مفيش إنسان سوي عاقل بيعرف ربنا وعنده الحد الأدنى من التربية وهيقبل إن هو يعمل حركات ناقصة مع شخص ما شافش منه غير كل خير. فأنا في مرحلة من حياتي كانت الحركات الناقصة ديت بتضايقني جدا، وخصوصا لما بتيجي من مسافة قريبة من ناس كانوا في خانة الأصدقاء وأكتر، عصبية، قهر، حزن. فسؤال ليه هما بيعملوا كده كان دايما بيفضل عندي بدون إجابة، وللأسف ده كان بيزود الغضب على الموقف نفسه وجابلها على سوء اختياري للشخص ده وفي المكانة ديت. لكن مع السنين وبشوية تفكير بقى رد فعلي مع الحركات الناقصة ومع أصحابها أهدى بكتير، ما بقاش شغلاني إجابة السؤال ولا المفروض تشغل حد خالص. طب ليه؟ لأن ببساطة الشخص الناقص هو عنده مبرر العادل من وجهة نظره هو، مع أن الحقيقة أن تصنيفه بمنتهى الحياد والإنصاف مش بيخرج بره كونها أن هي ده حقد أو غيرة أو طمع أو قلة عقل أو مصلحته مع غيرك أو قلة أصل وغيره من شرور البشر اللي هي مش بتخلص. فمع الوقت أكتر بقى عندي تفهم لفكرة أن فلان حركاته ناقصة، خلاص هو عنده أسبابه المريضة اللي أقنعته أن هو يكون ناقص ومكيفاه ومكفياه. هو أنا بقيت متفهم الموضوع، بس بقيت بحتقر الموقف أو بحتقر الحاجة اللي هو بيعملها. تفهم واحتقار مع بعض. فأنت مش هتقدر تربي الناس ولا تعلمهم اللي صح واللي ما يصحش، بس تقدر انك تنجي نفسك من كل علاقة طرفها شخص مؤذي ومجرف لما تصنفه صح بدري ولما ما تخليش حركاته الناقصة ديت ان هي تأثر على صحتك او نفسيتك. وربنا يديم علينا نعمة فرز الناس الصح والتعامل معاهم باللي هم يستحقوه ويتمنوه لينا، ونعمة احتقارنا للحقير بدون ما حقارته تأثر علينا او تعدينا. سلام.